ليه تشتريه من بره بما انك ممكن تعملي احلى فسيخ في البيت؟ تعالي نشوف هنعمله ازاي بطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه معايا 3 سمكات بوري غسلتهم كويس جدا بالميه. تمام كده، ونضفتهم ونضفت الخياشيم. بعدين هبتدي اجيب المناديل وهعمل المرحله دي انا عملتها اكتر من مره، هي ما اتصورتش. نضفت الخياشيم كويس جدا وقعدت انشفها كويس. تمام، ونشفت السمك كويس جدا. وبعدين ابتديت احط مناديل نظيفه زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في الخياشيم. وابتديت بقى اجيب مصفى وطبق، ويجي اجيب حاجه بقى ان هي ترفع لي الفسيخ، ان انا اوقفه زي ما انتم شايفين. السمك البوري اهم حاجه ان انا اوقفه بالشكل ده. تاني بقى خطوة وأهم خطوة، إن ضروري ضروري إن الفسيخ بتاعي يحافظ على القشرة بتاعته. القشرة بتاعته ما تكونش بتتشال. تمام، تاني ما نشيلهاش أبدا. تاني حاجة عشان أضمن إن ما يجيش عليها أي حشرة طايرة. تمام، ابتديت إن أنا جبت شاشة كده خفيفة وابتديت غطيت بيها الفسيخ، وسبته تقريبا لمدة ليلة كاملة لحد ما يصفي تماما المية كلها اللي هي بتكون فيه. تمام كده. وبعدين تاني يوم بقى جيت سبته ليلة كاملة. بعدها نشفته كويس جدا برضو بالخياشيم. تمام، وسبته بقى معايا جاهز كده، واجهز الخلطة معايا نص كيلو من الملح الخشن. تمام، وضفت كمان معلقة ونص كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة ونص من الشطة. وكمان ضفت تقريبا ربع كوباية من الزيت او تلت كوباية من الزيت. تمام، 4 معالق كبار هما بما يعادلوا 4 معالق كبار من الزيت، وقلبتهم بقى كويس جدا جدا. تمام كده. وابتديت بقى ان انا اطري السمك كويس جدا. دي المرحله دي مهمه جدا. انا طبعا طريت السمك كله بحيث ان بيكون سهل معايا، وان انا بطري اللحم بتاع الفسيخ، ويكون سهل معايا يتفصل كده على طول من الشوك. فانا بعمل له المساج ده او بطري السمكه بالشكل ده. تمام، طبعا انا عملت المرحله دي. وبعدين ببتدي بقى ان انا اخد الملح، واحط في الخياشيم كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين. دي اهم مرحلة، ان احنا نقفل الخياشيم كويس بالملح والكركم والشطة. تمام، وابتدي كمان بفتح بق السمكة وابتدي احشيها من جوه بالملح كويس جدا واكبسها كده. تمام، زي ما انتم شايفين انا بزق ازاي. ضروري جدا المرحلة دي مهمة جدا جدا. تمام. وطبعا ما نزودش، احنا مش بكمية الملح الكتير اللي هنبتدي ان احنا نستخدمها. لا، هو كل حاجة بالوسط عشان الفسيخ ما يطلعش معانا حادق قوي. فاحنا عايزينه يكون مظبوط. انا بالنسبة لي انا بحفظ كل سمكية في كيس لوحدها، بحط لها حبة ملح بالشكل ده كده. وابتديت جهزت 3 اكياس وحطيت كل سمكة زي ما انتم شايفين. انا استخدمت على المقدار ده نص كيلو من الملح الخشن بس. هو ده اللي انا استخدمته، واستخدمت كركم، واستخدمت كمان الشطه. واللي هو الزيت قلت لكم تقريبا اكتر من ربع كوبايه من الزيت. يعني تقريبا 4 معالق كبار من الزيت اللي انا استخدمته. تمام، هبتدي بقى اني انا الفهم بقى كويس قوي بالكيس بقى زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة اطلع منه وافرغ الهواء كويس قوي. انا عايزة اضمن ان الفسيخ وهو بيتخلل ما يدخلوش هواء تماما، عشان ما يدخلوش بكتيريا، ويكون يعني يحصل عفونة او يبوظ معايا. فضروري ضروري يا جماعة ان احنا نفرغ منه الهواء تماما تماما. وبجيب بقى الاسترتش بعد ما لفيته كويس جدا كده بالكيس. بجيب بقى الاسترتش والفه يعني لفة محترمة زي ما انتم شايفين. انا لفيتها تقريبا 4 مرات. تمام، لحد ما يعني ضمنت ان انا كسيت السمكة كلها بالشكل ده. انا بحب اعمله كده، في بيحطوا السمك كله، كميه السمك كلها في كيس واحد. لا، انا بحب اعمل سمكيه سمكيه. شوفي الطريقه اللي تريحك اعمليها. انا بالنسبه لي الطريقه دي جميله جدا. انا نزلت لكم الفسيخ تقريبا دي تالت مره على الصفحه. تقدروا ترجعوا كمان للمرتين اللي فاتوا، فيها كمان شرح كمان اكتر. هو طريقته سهله جدا وبسيطه، مش هاخد منك وقت خالص. فانا حبيت ان انا اعمله معاكم بكل سهوله، عشان تتجرأي كده وتعمليه في البيت ويطلع معاكي زي الزبدة وتحفة. هبتدي بقى ان انا الفه كويس قوي بعد ما لفيته بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده. تمام كده معايا ممتاز. هجيب بقى كيس تاني وهبتدي احطه تاني، اعمل المرحلة دي في كل سمكية احطها في كيس برضو.
تمام. طبعا ضروري كل التعليمات اللي انا قلت لكم عليها، ضروري ان احنا ننضف الخياشيم كويس جدا. اول حاجه ان احنا بنشطفه شطفه، يعني بنشطفه كده بالميه كويس جدا والخياشيم، وننشفها كويس جدا جدا. تاني خطوه ان احنا نسيبه ليله كامله اقل حاجه. بنسيبه من يعني اقل حاجه ممكن نسيبه اليوم كله، يعني من النهار وبالليل نخلله، او ليله كامله. تمام كده. وبعدين ببتدي اني انا اطري اللحم كده، اطري السمكه كده من اللحم. وضروري كمان واحنا بنطريها ما ندوس على البطن خالص، منطقه البطن احنا بس بنطريها من العظم من عند الظهر. تمام. وبعدها ببتدي اعمل المرحله دي، بحشيها كويس جدا بالخياشيم بالملح والكركم والشطه، الخلطه اللي احنا عملناها. وبعدين لفيته اكتر من مره بالكيس والاسترتش. وبعدين اخر مرحله بقى ببتدي اني انا احطهم الثلاث سمكات مع بعض في شنطه، وبعدين ارجع احطهم في شنطه تانية. وكتبت كمان ضروري نكتب عليها تاريخ التخليل اللي احنا خللنا فيه. علشان بقى نحسب له المدة، انا هسيبه 15 يوم، تقدري تسيبيه لحد كمان 20 يوم مش هيحصل له اي حاجة ويطلع معاكي زبدة. تقدري كمان في الجو الحر قوي ان احنا نسيبه، بياخد معاكي تقريبا في التخليل 10 ايام. فانا زي ما قلت لكم ان احنا هنسيبه 15 يوم. كده خلاص خلينا الفسيخ بكل سهولة، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي نفتحه مع بعض ونشوف احلى فسيخ زبدة يا جماعة. جربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم. باي باي. كل سنة وانتم طيبين.